السلام عليكم المغاربة. اليوم القلب مزير والهضرة واحلة في الحلق. اليوم أزيلال لبسات الكحل والمغرب كامل كيبكي على وردة تقطفات قبل وقتها. تعقلوا على قصة هبة، هذيك البنية الصغيرة مولة الضحكة البريئة اللي خرجت تقرا وما رجعاتش. كنا كلنا عندنا أمل، كنا كنقولوا يمكن تايهة يمكن مخبية، ولكن للأسف الأخبار اللي جات اليوم الصباح نزلت علينا بحال الصاعقة. قصة هبة تغرودن سالت اليوم الأحد 22 فبراير 2026 في وسط الماء البارد ديال بحيرة بين الودان. كيفاش وقع هذا الشيء وكيفاش تلقات وشنو هو مصير التحقيق؟ سمعوا معايا القصة من الأول. نرجعوا للور شوية، بالضبط لنهار السبت 14 فبراير 2026. الناس كانوا كيحتفلوا والدنيا ناشطة، ولكن في دوار أيت شيكر الجماعة ديال واويزاغت الزمان وقف. هبة تلميذة في السنة الثانية إعدادي، عندها غير 13 عام. فاقت في الصباح، لبسات حوايجها، هزات كتابها ومحفظتها وخرجت من دار اختها. كانت غادية للإعدادية ديال النهضة. الطريق كانت عادية، ولكن هبة ما وصلتش للمؤسسة. حافلة النقل المدرسي جات مع 10 أو 12، ولكن بلاصة هبة كانت خاوية. في نفس النهار بدات الأسئلة: فين هي هبة؟ واش تخطفات؟ واش هربات؟ واش وقعت لها حادثة؟ الصدمة الأولى كانت ملي لقاو المحفظة ديالها والمظلة يعني الباراسول مرميين حدا الواد. هنا القلب ديال الوالدين تحرق وعرفوا باللي القضية فيها إن. من هذاك النهار وإقليم أزيلال ما نعسش. وخليوني نقول لكم كلمة حق، التعبئة اللي شافتها هذه المنطقة عمرنا ما شفناها. الدرك الملكي جابوا فرق خاصة ديال الغطس حتى من الرباط، يعني لي زوم غرونوي، الضفادع البشرية. الطائرات الدرون كانت كتمشط كل شبر في الجبال الوعرة، والمروحيات كانت كتدور في السماء. وماشي غير المخزن، حتى ولاد الشعب ولاد دوار أيت شيكر والنواحي خرجوا بالعشرات صغار وكبار كيقلبوا بين الحجر في الغيران وفي جناب الواد. تخيلوا معايا 9 أيام ديال البرد والقهرة والعائلة كتسنى غير خبير. اليوم الخميس اللي فات لقاو قميص قالوا يمكن ديالها، والأمل زاد تقلس. كل شيء كان كيشوف جهة بحيرة بين الودان، هذيك البحيرة الزوينة اللي كنجيو نتصوروا حداها، ولات في عينيهم وحش يمكن بالع بنتهم. واليوم القدر قال الكلمة ديالو. مع الصباح ديال اليوم الحد الغطاسة قدروا يجبدوا جثة هبة من وسط الماء في منطقة كيسميوها أيت حلوان. ما بقاش مجال للشك، هبة رجعت لمولاها. دابا السلطات هزوا الجثة لمستشفى أزيلال، ومن تما غادية تمشي للمستشفى الجهوي في بني ملال. علاش؟ حيت النيابة العامة أمرات بالتشريح الطبي. خصنا نعرفوا واش طاحت بوحدها، واش تزلقات، واش كانت كتحاول تغسل يديها أو تشرب، ولا كاينه شي يد مجرمة كانت السبب. لحد الساعة ما كاينه حتى تهمة رسمية، وكل شيء كيرجح فرضية الغرق العراضي، ولكن التحقيق هو اللي غادي يعطينا الكلمة الأخرى. في الأخر بغيت نقول كلمة: هاد المنطقة ديال بين الودان وأزيلال شحال ما هي ساحرة وجنة المغرب، شحال ما هي واعرة وقاصحة على ولادها. الدراري كيقطعوا كيلومترات باش يقراو، كيمشيو في طرق خاوية وجبال عالية. الموت ديال هبة خصو يكون إنذار، خصنا نحظيو ولادنا، وخص المسؤولين يشوفوا حل للمسالك الخطيرة اللي كيمشيو فيها التلاميذ. قلوبنا مع عائلة تغرودن ومع ناس واويزاغت كاملين. الله يعطيكم الصبر، هذا قضاء الله وقدره. الخوت ما تبخلوش عليها بالرحمة في التعليقات، راه الدعاء ديال الغريب مستجاب. الله يرحم هبة وتهلاو في راسكم.